الكلمة الآن للنائب فاطمة عبد العزيز العصيمي فلتتفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبيه الكريم السيد رئيس مجلس الأمة، معالي وزير التربية والتعليم، زملاء الأعضاء، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيد الرئيس، يقول الشاعر: نحن الشباب لنا الغد ومجده المخلد، أي غد ونحن نرى وزارة التربية تحاول هدم غدنا وتدبير مستقبلنا. أول الأمر في اختبار القدرات لتحديد مستوى ومصير طالب. أين المصداقية في اختبار يقيس قدرات طالب فائق لمدة 12 سنة وبعدين فجأة مو قادر يعدي الامتحان؟ في مقابلة مع الدكتور خالد الفاضل مساعد نائب مدير الجامعة للتقييم والقياس، قال فيها أن الاختبارات ليست تعجيزية ولا تخرج عن مناهج التربية للمرحلة الثانوية. في علامة استفهام هني سيد الرئيس. أنا خلال 3 سنوات درست 808 صفحات بالكيمياء و1203 صفحات بالرياضيات وعدد لا نهائي من الكلمات والقواعد بالإنجليزي والعربي، بعد أنت بتختبرني في هذا كله في اختبار واحد مدته ساعة واحدة. يكمل الدكتور خالد الفاضل ويقول بأن هذا الاختبار للتأكد من جاهزية الطالب للدخول إلى معترك الدراسة الجامعية وامتلاكه القدرة للدراسة بنجاح ودون تعثر. يعني أنا 12 سنة اللي درستهم بنجاح وتفوق ودون تعثر ما كانت كافية للتأكد من جاهزيتي، لكن الاختبار هذا هو اللي راح يحدد. معناته كان في خلل باللي أنا درسته، وأول الخلل الآلة الحاسبة، إن أنا أبلش أستخدمها من ثامن، لكن في اختبار القدرات يطالبني بإيجاد قيمة إكس من مخي. وللعلم أن نسب النجاح في اختبار قدرات شهر أبريل هذا ما تجاوزت 60% بالنسبة للإنجليزي والفرنسي، وانخفضت بالنسبة للكيمياء والعربي والرياضيات بحيث أنها ما تجاوزت 50%. ثانياً، شنو الهدف من حرمان طالب الصف 11 من دخول الامتحان؟ أنت كذي بس قللت تقديمه وقللت فرصه إلى النص. إحنا نقدم 6 مرات ونقول عسانا ننجح، الحين بتخليه يقدم 3 مرات؟ سيد الرئيس، عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت الدكتور عادل حسين مال الله أعلن أن مجلس الجامعة أصدر قرار برفع النسب الدنيا للقبول اعتبارا من العام الجامعي 2017-2018 لتكون 75 للعلمي و80 للأدبي. يقول الشاعر: أعلمت أشرف وأجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا ترفعون النسب رفعها في كلية التربية، فالتعليم ما هو مجرد وظيفة كما هو عليه الحال اليوم، المعلم يبني جيل وينشئ قادة المستقبل. نسب القبول في كلية الطب لا تقل عن 92 والأولى فيها كليات التربية، فالمعلم هو من يعلم الطالب ليصبح طبيبا. وأصلا ليش يصير طبيب ويدرس في كلية ما عندها أي اعتمادات أكاديمية من المؤسسات العالمية المتخصصة، مع أن جامعتنا عمرها 51 سنة؟ وأيضا شنو ذنب الطلبة في أن احنا ما عندنا سوى جامعة واحدة مو قادرة تستوعب مخرجات التعليم، فبالمقابل شنو الحل؟ نبني جامعة ثانية؟ لا، نرفع النسب عشان نقلل عدد المقبولين. عفوا نسيت، عندنا جامعة ثانية لكن احترقت 7 مرات، آخر مرة في 28/4/2017 يعني قبل 3 أيام، وكالعادة السبب مجهول. مرة واحدة حطيت السبب على سيجارة. للعلم أن المشروع مراقب بالكاميرات 24 ساعة. أنا أقول بما أن الكاميرات ما استفدنا منها شيء نطفيها ونشغل رقية شرعية، يمكن يقولون اللي فيها جن. وللعلم حسب ما ورد في تقرير كامل من ديوان المحاسبة إلى مجلس الأمة ل9 مشاريع من أصل 21 مشروع ما بلشوا تنفيذها، واحتمال ما تنتهي في موعد التسليم اللي هو 2019. سيد الرئيس، أنا أقول نبطل بناء جامعات ونسافر العيال الكويت كلهم يدرسون برا وخلاص. البنيان هذا ما شكله ما راح ينتهي ولا راح يخلص. بالنهاية سيد الرئيس، يقول الله عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ويقول الرسول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نحن الرعية وأنتم الرعاة، فأحسنوا رعايتنا. نتمنى أن تخرج الحلول وترى النور، لا أن يأتي المجلس في السنة القادمة بنفس المطالب: اختبار قدرات، جامعة الشدادية، نسب قبول، مناهج. شاكرين لكم حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.